السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي 25 سؤال صح وخطأ في درس الوعد والوعيد. الوعد شرعا كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو رفع ضرر عنه في المستقبل، صح. لفظ الوعد تستخدم في الخير والشر، صح. الوعيد لغة التخويف والتهديد، صح. الوعيد شرعا كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير، خطأ. الوعيد يستعمل في الخير والشر، خطأ، بل يستعمل في الشر فقط. الوعيد شرعا كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت عنه مصلحة. اتفق الأشاعرة والماتريدية في حكم الوعد واختلفوا في حكم الوعيد، صح. اتفق الأشاعرة والماتريدية على أن وعده تعالى للمؤمنين بالجنة لا يتخلف، صح. الوعد لا يتخلف عند الماتريدية ويتخلف عند الأشاعرة، خطأ. الوعد حق العباد على الله تعالى عند الأشاعرة، صح. يرى الماتريدي أنه يجوز أن يخلف الله وعيده في حق من يشاء من عباده، خطأ. الماتريدية لا يقولون بهذا. ذهبت الأشاعرة إلى أنه يجوز أن يخلف الله وعيده في حق من يشاء من عباده، صح. الوعيد عند الأشاعرة ذهب الأشاعرة إلى امتناع تخلف الوعيد فلا بد من تحققه ولو في شخص واحد، صح. الوعيد لا يتخلف عند الأشاعرة وتخلف عند الماتريدية، خطأ، العكس. جواز تخلف الوعيد مخصوص بمن يجوز العفو عنه وليس عاما، صح. يعني تخلف الوعيد خاص بالمؤمنين اللي ارتكبوا ذنوب معينة. لا يجوز أن